هل سبق لك أن كنت في مكان هادئ لدرجة أن الظلام نفسه يبدو وكأنه يتنفس؟ في اللحظات دي كل صوت صغير بيبقى واضح، وكل نفس بتحسه كأنه صدى في الفراغ. ساعات الهدوء مش راحة، لكنه بيخبي جواه أسئلة مخيفة، وأسوأها بيظهر ما تكون لوحدك في الضلمة. دي قصة عبير زوجتي، والليلة اللي تغير فيها كل حاجة في حياتنا. كنا متعودين على الروتين، على الأمان اللي بنلاقيه في بعض، لكن الليلة دي كانت مختلفة. كان في إحساس غريب في الجو، كأن في حاجة بتراقبنا وإحنا مش واخدين بالنا. كنا سايقين بالليل، عبير حامل في الشهر 8، والدنيا هادية حوالينا. فجأة خيال غريب عدى قدام العربية بسرعة، كأنه طيف أو ظل مش طبيعي. قلبي وقف للحظة، وعربيتنا لفت بشكل مفاجئ. حسيت إن الليلة دي مش هتعدي بسهولة. بعد الحادثة لقينا نفسنا في مستشفى أمراض عقلية قديمة ومعزولة، مش مستشفى عادي. المبنى كان مهجور تقريبا، جدرانه متشققة والأنوار خافتة. حتى الهواء كان ثقيل، كأن المكان نفسه بيخبي أسرار عمرها سنين. المكان كان غريب، الهواء ثقيل بالرعب. كل خطوة كنا بناخدها كان ليها صدى، وكل زاوية في المستشفى كانت بتخوف أكتر من اللي قبلها. حسيت إننا دخلنا عالم تاني، عالم كله ظلال وهمسات. في الليلة دي وأنا قاعد جنب عبير، كنت حاسس إن في حاجة مش طبيعية حوالينا. فجأة عبير همستلي بصوت مرتعش: عصام، سمعت؟ في حد سألني لو عايزة ولد، ووعدني بولد له قرون. الكلام ده جمد الدم في عروقي، ومن اللحظة دي بدأ الكابوس اللي عمره ما هيتنسي. العنبر كان أثر قديم أشبه بضريح منه بمستشفى. الصمت كان ثقيل ومتقطع، بس بصوت تنقيط بيسخر من آخر الممر. ظهرت ممرضة شاحبة صامتة شبه شبح، لمستها خلت عبير تتخض. قالت: دكتور هيكون معاكو قريبا، وبعدين اختفت. برا كانت في أغصان متلوية بتخربش في الحيطان، وشجرة سودة ضخمة في الفناء. عبير همست: عصام، الحيطان. حاسة إنها بتسمع. حاولت أطمنها، بس الرعب كان بيكبر والهمسات كانت مستنية. مع حلول الليل اتغيرت أصوات المستشفى بشكل غريب. بقى فيه رنين منخفض قديم، كأنه بيطلع من أعماق الجدران والأرض. كل شيء حوالينا كان ساكت، بس الصوت ده كان بيزيد، زي دقات قلب بطيئة بتخبط في صمت المكان. حتى الأنوار كانت بتترعش، والظلال بتتحرك على الحيطان كأنها بتهمس أسرار محدش يعرفها. عبير مسكت بطانيتها بقوة، عينيها بتدور في الغرفة. قالت بصوت واطي كأنها خايفة حد يسمعها: الصوت ده كأنه نبض قلب، بس مش قلبي. وفجأة جت الهمسات، كانت بتتسرب من الشقوق اللي في الحيطان، مش مجرد كلمات، لكن إحساس قديم، نية خبيثة بتتحرك حوالينا. الهمسات دي كانت بتلف حوالين عبير وطفلنا اللي لسه متولدش، كأنها بتحاول توصل له قبل ما يشوف النور. عبير صرخت في الممر، صوتها اتكسر في الهواء، بس محدش رد غير ممرضة واحدة ظهرت فجأة. كانت واقفة من غير أي تعبير، كأنها جزء من المكان نفسه. قالت بصوت هادي: الأسوار القديمة مليانة قصص، وكل قصة ليها تمن. عبير بكت، دموعها نازلة على خدها، وهمست مرتين: بيقولوا اسمه أم القرنين. أم القرنين. كان في خوف في صوتها، كأن الاسم نفسه بيحمل لعنة. الرنين بقى أعلى وأقوى، وكل حاجة حوالينا اتغيرت. فجأة حسينا إننا مش في مستشفى، لكن في مكان انتظار غريب، كأن الزمن واقف. كان في إحساس قوي إن في حاجة جاية، حاجة مش من هنا، وكل ده عشان ابني اللي لسه ما تولدش. دخلت شخصية جديدة، الدكتورة، طويلة نحيفة، عينيها قديمة ومفترسة. أنا الدكتورة إيلارا،
صوتها كان صدى لرنين المبنى. تجاهلتني وركزت على عبير، لمستها كانت باردة زي التلج. مفيش حاجة تخافي منها، هنعتني بيكي كويس وبهديتك الثمينة. سماعة الطبيب بتاعتها كانت قديمة، ابتسامتها حادة زيادة عن اللزوم. ولد قوي عنده مصير عظيم، هتكوني أم لك، أم القرنين، مش ده اللي كنتي عايزاه دايما. عيون عبير تملت رعب. كلام الدكتورة إيلارا فكرني بحاجة، حكاية جتي عن ست يائسة عملت اتفاق عشان تجيب ولد، بس جاب طفل بقرون لسه بتنمو. الطفل اختفى، الأم فقدت عقلها. كنت فاكرها مجرد حكايات شعبية، بس دلوقتي في المكان الملعون ده حسيتها حقيقية. هل رغبة عبير في ولد كانت نقطة ضعف استغلها الكيان ده؟ الماضي والحاضر كانوا بيتداخلوا، كنا محبوسين في شبكة تنسجت من أجيال. الأوضة اتحولت لغرفة طقوس، الدكتورة إيلارا والممرضة والعوا بخور وبيرتلوا بلغة قديمة وغريبة. لقد عانيت يا عبير، تريدين ولدا، سمعنا صلواتك، يمكننا أن نضمن لك طفلا ذا قوة إذا قبلتيه كما هو. عبير بكت ممزقة بين الرعب والشوق. حاولت أتدخل بس كنت مشلول، مش قادر أتكلم. الدكتورة إيلارا همست، قولي نعم بس، كوني أمه. تصميم عبير اهتز. ولد؟ همست. الدكتورة إيلارا ابتسمت، هو ينتظر. الترتيل زاد والظلام عمق. العالم تحول لدخان وظل. شفت مهد أشبه مذبح منه بسرير، وبعدين ظلام. صحيت في مستشفى حقيقي، أضواء الفلورسنت فوق راسي. قالت ممرضة كنت في حادثة عربية، فقدت الطفل. بس ذكريات مستشفى الأمراض العقلية كانت تصرخ في عقلي. جريت على أوضة عبير، بطنها كانت مسطحة، عينيها فاضية. على ترابيزتها ورقة، هو بأمان معنا، ملك ينتظر أمه. دقيق، الكابوس مخلصش. عدت سنة كاملة مرت كأنها حلم طويل أو كابوس ما بينتهيش. الأيام بتجري بسرعة والشمس بتطلع وتغيب، وإحنا لسه واقفين في نفس المكان بنعد الساعات ونستني حاجة تتغير. عمرنا بنتكلم عن الليلة دي، كل واحد فينا شايل جواه الكلام خايف يطلعه. حتى على سفرة العشاء الصمت بيبقى تقيل والعيون بتتهرب من بعض. مستشفى الأمراض العقلية الدكتورة إيلارا، مفيش حد تاني فاكرهم، كأنهم اختفوا من الدنيا، أو كأنهم كانوا مجرد خيال مر من هنا وساب أثره. بدور على المكان بس بلاقي حقول فاضية بس. كل ما أفتش أكتر ألاقي الفراغ بيكبر والذكريات بتتلاشى مع ضوء الغروب. عبير شبح في بيتنا، أحيانا بتدندن نفس اللحن المنخفض ده. صوتها بيملأ البيت في الليل زي همسة بتفكرنا باللي ضاع. لما بسألها مستنية إيه بتبتسم بس، ابتسامة غامضة كأنها عارفة سر مش قادرة تقوله. أنا عارف هي مستنية رجوع ملك، الابن اللي توعدت بيه. كل يوم بتبص من الشباك وكل لحظة أملها ما بيموتش. هل فقدنا طفلنا بسبب مأساة ولا في أمل إنه يرجع؟ الغرفة فاضية بس ريحته لسه فيها وذكرياته تطاردنا. ولا عبير خد قرارها في الأوضة اللي مليانة دخان دي؟ هل ابني راح ولا لسه في مكان ما بين الحياة والظل، ولا مستني في الظل مقدر له يرجع لأمه؟ أم القرنين. يمكن الحقيقة أصعب من الكابوس، ويمكن الأمل هو اللي بيخلينا نكمل ونستني حتى لو كان الرجوع مستحيل.